لا يخفى على ذي بصيرة ما تقترفه أيدي البغي والعدوان من قبل الاستكبار العالمي المتمثل بأمريكا والكيان الصهيوني الغاصب بحق أبنائنا في الحشد الشعبي المقدس. هذه المؤسسة الرسمية التي هي أحد أعمدة قواتنا الأمنية وصمام أمان بلادنا، إن استمرار الاستهداف الغادر لمقرات الحشد وصب صواريخ عليها وسقوط القوافل تلو القوافل من الشهداء الأبرار إنما هو ضريبة الثبات في معركة الحق المطلق ضد الباطل المحض. إننا إذ نستذكر فتوى الجهاد الكفائي المباركة التي أطلقها سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله الوارف، نؤكد أن هذه المؤسسة التي أسست على التقوى من أول يوم لا تزال تستهدف أناء الليل وأطراف النهار، ومن جوار أمير المؤمنين عليه السلام يصدح صوت العلماء وطلبة الحوزة العلمية بالرفض المطلق لهذا الحيف والظلم. كما ونستنكر بأشد العبارات الحرب الظالمة والعدوان الغاشم الذي تشنه قوى الصهيونية وأمريكا على جمهورية إيران الإسلامية، وإن التطاول على الرموز الكبار وعلى رأسهم سماحة المرجع الديني والولي الفقيه السيد علي الخامنائي قدس سره الشريف واستهداف النخب القيادية والعسكرية لهو دليل قاطع على همجية العدو واستهتاره بكل القوانين والأعراف التي يتشدق بها زيفا وبهتانا. إننا مع جبهة الحق ومحور المقاومة والمقاومة الإسلامية الممتدة من العراق إلى إيران ولبنان واليمن وفلسطين. وأخيرا ندعو أبناء شعبنا الحبيب أن يتحلوا بأعلى درجات البصيرة متمسكين بما يصدر من توجيهات من مرجعيتهم العليا.